اعتزال اللاعب الإسباني جيرارد بيكي. ما القصة؟ هيا لنبدأ. رأى جيرارد بيكي المولود في برشلونة عام 1987 أن ذكرى كونه أحد أفضل المدافعين في تاريخ برشلونة لا يجب تلطيخها في نهاية مسيرته، ليقرر طي صفحة النهاية في مشواره كلاعب وهو في 35 من العمر، خلال مباراة الميريا يوم السبت المقبل على ملعب نيوكام، بعدما أحرز 30 بطولة مع الفريق. للعلم يا أصدقائي المحترمين، فقد حقق بيكي دوري الأبطال 3 مرات مع البارسا: روما 2009 ولندن 2011 وبرلين عام 2015، وبطولة الدوري 8 مرات، وكأس الملك 7 مرات، ومونديال الأندية 3 مرات، وكأس السوبر الإسباني 6 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات. خاض بيكي في المجمل 615 مباراة رسمية مع البارسا، سجل خلالها 53 هدفا، تجعله هذه الأرقام خامس أكثر اللاعبين مشاركة في المباريات في تاريخ البارسا مع الفريق الأول. ويعد بيكي أيضا المدافع الأكثر مشاركة في المباريات في تاريخ الفريق الكتالوني. ضم بيكي في 1997 إلى برشلونة، أي قبل 25 عاما، حين كان يبلغ من العمر 10 أعوام، والتقى في قطاع الناشئين مع جيل 87 المسمى الجيل الذهبي، الذي ضم عناصر منحت جماهير البارسا بعد ذلك فرحة عارمة، وخاصة ميسي. وكان ذلك الفريق يضم أيضا سيسك فابريغاس. بعدها رحل اللاعب في 2004 إلى مانشستر يونايتد، حيث خاض معه 23 مباراة رسمية، سجل هدفين. ورغم عدم خوضه معه نهائي موسكو أمام تشيلسي في 2008، فاز بأول لقب تشامبيونز في مسيرته، وكذلك البريمير ليج وكأس الرابطة وكأس السوبر الإنجليزي. وقبلها كان قد تمت إعارته في موسم 2006-2007 إلى ساراغوسا، حيث خاض 28 مباراة بين الليغا وكأس الملك وسجل 3 أهداف. وحين عاد للبارسا في 2008 تزامنا مع قدوم بيب غوارديولا لتولي دفة الفريق، كان بيكي يبلغ من العمر 21 عاما، وحصل سريعا على مكانه في التشكيل الأساسي مع كارليس بويول في فريق شق طريقه لكتابة التاريخ والفوز بالسداسية التاريخية. قدم اللاعب أداء جيدا في الملاعب مع البارسا، باستثناء الموسم الحالي الذي تكررت فيه بعض الأخطاء المألوفة معه، وخاصة في مباراة إنتر ميلان في دوري الأبطال. سبب هذا في توجيه انتقادات كبيرة إليه بسبب راتبه العالي في فترة يمر فيها النادي بأزمة مالية. ولم يكن حظ بيكي مع المنتخب قل مما كان عليه في البارسا، فقد فاز مع لاروخا بمونديال جنوب إفريقيا 2010 وكأس أوروبا، وارتدى قميص المنتخب في 102 مباراة وسجل له 5 أهداف. ولكن بعد مونديال روسيا 2018 قرر الابتعاد عن المنتخب بعد جدل حول تأييده لاستفتاء تقرير المصير في إقليم كاتالونيا. حقق بيكي كل ذلك رغم أن حياته خارج الملعب كانت خاطفة للأضواء نظرا إلى كبر حجم أعمال شركاته، وكذلك بسبب بعض تصريحاته أمام وسائل الإعلام التي كانت ما تثير الجدل. والسلام.